السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم جمهور قناة افتكاسات البيت المصري الحبيب. رجعنا لكم بقى بريفيوهات عن منتجات أو أجهزة جديدة وعن حاجات جديدة إن شاء الله. هنملى لكم القناة ريفيوهات عن أجهزة ومنتجات. لأن انتوا الجمهور بتاعنا بدأت ألاحظ إن هو بيحب الأنبوكسنج والريفيوهات عن الأجهزة والحاجات دي. جايب لكم النهارده بقى للناس اللي هي بتحب الايربودز او السماعات الاذن البلوتوث الجديده. قيمه مقابل سعر السماعه ديت اللي معانا النهارده من شركه معروفه جدا اسمها اورايمو. الشركه ديت بتدي قيمه مقابل سعر، يعني لو انت يعني عايز سماعه حلوه بفلوس قليله، الشركه دي هتديك الايه الفكره ديت. هي كانت النوع بتاعها فري بودز 3 سي. كانت الشركة دي برضو اللي هي اورايمو دي كانت منزلة السنة اللي فاتت نوع حقق مبيعات كويسة جدا وريفيو حلو جدا. كان اسمه فري بودز 3. بس السنة دي بقى 2023 او نهاية 2023 وبداية 24 النوع دوت اللي معايا ده اللي هو ايه، الفري بودز 3 سي. الفرق بينه وبين النوع اللي فات ان البيز هنا في دي افضل والمايكات ازيد. يعني التانية كانت 2 مايك، دي 4 مايك، يعني في كل سماعة اليمين والشمال في 2 مايك في اليمين وفي 2 مايك في الشمال. ده بيديك تجربة استخدام في الضوضاء افضل بكتير، وبيكون نقاء المايك بتاع السماعة طبعا افضل لانه 4 مايك مش 2 مايك. ده الفرق بينها وبين اللي فات، الاصدار اللي فات. احنا الفيديو النهاردة عبارة عن انبوكسنج، هنفتح العلبة ونشوف ايه محتوياتها وايه اللي جاي فيها. هنعمل لكم فيديو تاني عن الاستخدام وكيفية الاستخدام ان شاء الله، بس مش ده مش الفيديو دوت، في فيديو اخر ان شاء الله. طبعا هي بتجيلك السماعة في بوكس كده شيك حلو قوي. وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان اقول لكم الرينج السعر بتاعها ايه. للناس اللي هتتابع الفيديو للاخر هتعرف رينج السعر بتاع الفري بودز 3 سي من شركة اورايمو عامل كام تقريبا. بتيجي الاول عليها الورقة السلوفان دي، انا فكيتها عشان خاطر بتعمل صوت ممكن مزعج وبتاع، فانا شلتها. بتيجي هي متغلفة بالورقة السلوفان دي في الاول. انت بتشيل الورقة السلوفان بتلاقي البوكس ايه زي ما هو ظاهر قدام حضرتك كده. بتبتدي ان انت تعمل ايه. البوكس طبعا محطوط عليه. لو قلبنا كده البوكس من ورا هنلاقي اللي هو الضمان بتاعها، الباركود بتاع الضمان بتاعها. تمام. سكراتش تو سكراتش كوتنج انتر ذا كود تو تشيك ذا سيريكيشن، اللي هو الضمان يعني ضمان المنتج. في كود هنا لو انت عملت سكراتش هتلاقي في كود. بتخش تقريبا على موقع الشركة وتطمن تشيك ان المنتج دوت ايه، اوثرايزد يعني او منتج اصلي. تمام. وفي هنا البار كود ده لو هتلاحظوا، لو ده للابليكيشن بتاع الشركة. الشركة عاملة ابليكيشن تحكم في السماعة من خلال ابليكيشن بينزل على الاندرويد او الاي او اس عادي. يعني بينزل على الاي او اس اب الايفون والاندرويد عادي جدا، تعملوا داونلود من خلال الكيو ار كود دوت. تمام. وبعد كده بيقول لك شوية حاجات وبيديك ضمان للسماعة لمدة 365 يوم، يعني لمدة سنة معاك الضمان بتاع الايه السماعة ديت. ده في ظهر الايه العلبة بتلاقي مكتوب الحاجات ديت. يبقى انت ممكن تستخدم الكيو ار كود ده، وممكن تتاكد من ان المنتج دوت اصلي من خلال الايه سكراتش، ان انت تعمل تحك الجزئيه ديت فهيظهر لك كود، فتخش على الموقع تطمن ان المنتج ده ايه اوثرايزد او اصلي. ومن قدام بتيجي السماعه في بوكس كده. هنعمل انبوكسنج بقى اهو. في زي ما انتم شايفين دي كرتونه كده، وبتيجي السماعه اهو في قلب البوكس الايه دوت. لو فتحنا كده اهو بيترفع لفوق. تمام. بنلاقي ايه محتويات السماعة. ادي السماعة اهي في قلب البوكس بتاعها. آه طبعا بوكس شيك جدا، بيبقى مغلف ب طبقة زي ورقة كده سلوفان او معرفش ايه ديت يعني. وبعد كده تخليها كده على جنب نشوف بس ايه محتويات العلبة التاني. لو رفعنا الغطا ده بنلاقي هنا ايه الكتالوج او المانيوال سوري، المانيوال بتاع التشغيل بتاعها. مكتوب الموديل اهو فري بودز 3 سي.
والكيو ار كود بتاع الشركه يعني او الابلكيشن، الموقع بتاعهم يعني، وصفحه الفيسبوك، الكيو ار كود بتاع الموقع وبتاع صفحه الفيس. ولو بصيت هتلاقي فيه الكتالوج المانيوال بالعربي، مترجم بالعربي، يعني فيه كل حاجه بالعربي، يشرح لك طريقه التشغيل وكده باللغه العربيه، موجود معاك باللغه العربيه اهو، كل حاجه مشروحه. ما علينا، خلينا نشوف ايه تاني من محتويات العلبة. خلي كده لو رفعت ديت اللي هي الكرتونة دي اهي، بيكون تحتها وصلة الشاحن اليو اس بي تايب سي هو، تمام، لونه حلو جدا، لونه جميل. وبتلاقي كمان جاي معاها اهو عبارة عن كاوتشات للايربودز يعني زيادة، يعني عشان احتياطي، هي بتبقى الايربودز معاها كاوتشات. هنفتح دلوقتي الايربودز ونشوفها. انما دي زي كاوتشات يعني ايه احتياطي، يعني اللي هو نظام ايه، هنبص عليهم كده، اللي هو ايوه بصوا، يعني زي ايه استبن، يعني كاوتشات استبن للايربودز، بحيث ان انت لو الموجودين معاك باظوا يبقى في عندك اربعة اهو، اربع كاوتشات استبن، يعني حاجة جميلة خالص. مديك ساعات ممكن تضيع منك الكاوتشات دي او تتقطع او كده، فانت معاك اربعة احتياطي اهو في قلب الايه الكيسة ديت، جميل جدا. ومعاك الشاحن اللي هو الايه، وصلة الشاحن اليو اس بي تايب سي اهي. انا سألت الراجل قال لي الافضل عشان تحافظ عليها ما تشحنهاش في الكهرباء، اشحنها في اللابتوب او الكمبيوتر، يعني تحط اليو اس بي ده في اللاب او الكمبيوتر، وهنا ده في السماعة. قال لي بلاش تشحنها في الباور اللي هو الايه الكهرباء على طول، زي الموبايل، يعني خليها تتشحن من اللابتوب احسن او من الكمبيوتر. تمام، قلت له حاضر تمام. قال لي عشان يعني ايه تحافظ عليها ما يخشلهاش كهرباء زايده او حاجه. ده كده اللي بيجي ايه في العلبه، محتويات العلبه يعني. طيب نفتح بقى السماعه نفسها، ناخدها كده ونشوفها نقول بسم الله كده ونفتح. انا طبعا ايه مستني عشان افتحها قدام حضراتكم مع حضراتكم، ونشوف العلبه ونشوف الدنيا ايه. دي طبعا كده بتتفتح كده اهو، تمام. وادي شكل العلبة، شكلها شيك بصراحة، شيك جدا يعني. ولو لفينا هتلاقي مكتوب هنا بقى حاجات معلومات عن الشركة يعني وكده. وادي الايه هنا دي تقريبا النقاط ديت بتبين لك الشحن، وهنا مدخل اليو اس بي الشحن بتاع السماعة، بتاع البوكس العلبة نفسها. انت تقريبا بتشحن العلبة وبتفضل معاك الشحنة اللي في العلبة تفضل تشحن منها السماعة لفترة كبيرة يعني. احنا كل ده هنقوله بقى في الاستخدام. انا الاول بنعمل انبوكسنج وبنشوف السماعة. انا لما فتحت هنا اهو، لاحظوا نورت العلبة ايه شرطتين، يعني اكنها مشحونة ايه 60% مثلا. تمام، يعني هو بيقول لك ان هي كده بتبين لك ان هي ايه مشحونة. النقط الخضراء دي هم 3 نقط خضراء، طالما 2 يبقى ان هي كده مشحونة 60% من الشحنة بتاعتها. فبنفتح كده اهو ونطلع السماعة اهو. ده منظر السماعة، حاسسها يعني منظرها حلو جدا، شيك يعني. وهو قال لي الراجل ممكن تستخدمها بالكاوتشات او تشيل الكاوتشات اهي كده، وتستخدمها كعظم زيها زي بتاعت الايفون مثلا او كده. تستخدمها عظم او تستخدمها بالكاوتش عادي. لو انت حابب تستخدمها بالكاوتش بتقوم حاطط الايه الكاوتش. انا برضو ايه مش لسه مش فاهم قوي، بس الى حد ما هي تستخدم كده وتستخدم كده. دي ميزة برضو من ضمن مميزاتها، ان انت تقدر تستخدمها بالكاوتشات او بدون الكاوتشات عادي. تمام، اول ما بتطلع السماعة من العلبة بتاعتها، يعني بص ده مكان العلبة بتاعتها، مكانها في العلبة اهو. اول ما بتطلعها بيبقى فيه على السماعة من تحت جزئية كده، لاحظوا اللي هي الكيسة دي. بيقول لي إيه، انت لازم تشيل الكيسة، يعني بيقول لك لازم تشيل الكيسة دي اهي عشان خاطر تشحن. يعني لو انت سايب الكيسة دي، الكيسة دي زي كيسة حماية، تمام.
لو انت سايبها مش هتشحن، هتفضل محطوطة مش هتشحن. فانت بتشيلها كده اهو عشان تعرف. بصوا ظهرت الجزئيتين معدن اهو، عشان لما تحطها في قلب البوكس بتاعها تشحن السماعة، تبتدي تشحن. غير كده مش هتبتدي تشحن. طبعا بيبقى موجودة في الاتنين، في اليمين وفي الشمال. نشيل كده ونشوف ونرجع تاني السماعة دي. كده انا شلتها خلاص من والله هي شكلها شيك جدا، العلبة شكلها شيك جدا ما شاء الله. وهقول لكم تابعوا معايا عشان اللي هيتابع معايا للاخر هيعرف السعر. انا هرجعها تاني مكانها. دي كده شلت الكيسة منها. التانية اهو طلعها. ونشول وبرضو نبص كده نلاقي نفس القصة في الكيسة دي هنا. بنشيلها اهو، ننزعها كده ونرجع السماعة تاني للبوكس. لو هنشحن بقى هتلاقيها بدأت تقبل الشحن. غير كده بيبقى انت السماعة في زي عازل ما بينها وما بين اللي هي الحديدة بتاعت الشحن. بيكون في عليها عازل فمش هتشحن طبعا. تمام. فانت لازم تشيل الكيسة دي عشان تعرف تشحن السماعة بشكل ايه مظبوط. وادي اهو رجعتها تاني مكانها. بيقولوا ان هي فيها ماجنتكس. فعلا ماجنتكس كويس، يعني مش هتقع. لو مثلا لو انت العلبة وقعت منك او اتقلبت كده فالسماعة ماسكة كويس في قلب العلبة، مش بتقع منها الا لو انت سحبتها. في مغناطيس، بصوا في زي مغناطيس كويس جدا يعني ماسك السماعة وحاكمها في قلب البوكس بتاعها او قلب العلبة بتاعتها. اول ما بتقفل بيبان لك الشرط ديت، بيقول لك ان الشحن انت شحن السماعة كذا وانت موصل اليمين والشمال. لو لاحظتوا نورت اللمبتين الاخارة في الاخر خالص، معناتها ان السماعة اليمين واصلة والسماعة الشمال واصلة. لو في واحدة منهم مش واصلة هتلاقي لمبتها مش منورة. نجرب كده تاني. انا فتحت اهو، بصوا لاحظوا السماعتين نوروا اهو. هقفل اهو. بيديك الاول الشحن ان هي مشحونة 60% او تلتينها مشحون. تمام. بعد كده بيقول لك ان السماعه اليمين واصله والسماعه الشمال واصله، زي ما انتوا شفتوا كده اللمبتين نوروا، يعني يقول لك ان اليمين واصله والشمال واصله. العلبه شيك جدا وبيجي عليها الشعار بتاع الشركه اورايمو. تمام. بس ده كان كل ما هو متواجد معانا في الفيديو بتاع الانبوكسنج او فتح علبة سماعة اورايمو فري بودز 3 سي الجديدة او الموديل الجديد. طبعا هي السماعة دي تاتش من هنا، فبتقدر انت تتحكم فيها من هنا التاتش. هنقول كل الكلام من ده مع تجربة الاستخدام او في الفيديو الاخر اللي هو بتاع استخدام السماعة وتجربة استخدامها. كل اللي وصل معايا هنا لاخر الفيديو انا بشكره جدا، وهبتدي بقى اقول له السماعة بكام. السماعة في رينج ال1000 جنيه، يعني ممكن تجيبها ب1000، ممكن تجيبها ب1100 حسب المحل وحسب التاجر بيكون سعرها. بس هي في رينج ال1000 جنيه بتديك قيمة عالية جدا مقابل السعر. يعني صعب جدا تلاقي سماعة هتديك الإمكانيات بتاعتها في رينج ال1000 جنيه. فهي قيمة مقابل سعر جيدة جدا. واستنونا واشتركوا في القناة عشان يصلكم بقى كل جديد، وتتابعونا في الريفيوهات اللي احنا هنعملها في الأجهزة وفي الحاجات الجاية إن شاء الله. افتكاسات البيت المصري معاكم في كل ريفيو عن المنتجات ان شاء الله والاجهزه. اي حاجه احنا هنجيبها هنعرضها لكم، ويا رب يكون المحتوى اللي بنقدمه بينال اعجاب حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.